عارف ان كل التيم بتاعك بيبقى عارف ان انت مش شاطر، بس يمكن مش قادر يقول لك، هو شايف وعارف ومتاكد. انا زمان في الايجنسي وكنت حد وقت قريب كمان، انا كنت بعمل كل حاجه، ما كانش في حاجه ما بفهمش فيها. الحمد لله والشكر لله بفهم في كل حاجه. يعني وما كنتش بقى بس شاطر في كل حاجه، ده انا كنت بعذب الشطار. حاسس ان الفيديو ده الناس هتاخد الحته بتاعت بعذب الشطار دي بس تمام. بس اتعلمت بصراحه بقى، وكنت لو حد قال لي الكلام ده قبل الفتره دي كنت هبقى مبسوط، اتليست كنت هقلل عدد السنين. يعني مثلا في الايجنسي انا كنت مخرج ومنتج واديتور ولوكيشن فايندر، وكنت بعمل كل حاجه. انا عايز الناس تبتدي من هنا، وانا ولا شاطر في ولا واحده فيهم، وسبعه في الصف كده وراهم ايا كان العدد. انا بس كنت بحب الموضوع ده، ولقيت نفسي اتحطيت وبقى عندي الايجنسي ولازم اعمل اعلانات ولازم اكوب، فصباح الفل بقى عملت كده. عشان كده جاي اقول لك النهارده انت مش لازم تبقى شاطر في كل حاجه. الغلطه اللي احنا بنقع فيها وبندفع ثمنها ان انت اصلا تبقى مكمل في حاجه انت مش شاطر فيها وماسك فيها بايديك واسنانك كده، ومش عشان هو ده الكرسي اللي انت اتحطيت عليه فلازم تكمل فيه، لا خالص خالص. بالعكس، اوقات كتير بنقعد على كرسي مش عشان هو الكرسي الصح ولا عشان هو ده المكان اللي فاضل، وبنقنع نفسنا ما دام ابتديت ما تكمل يا برنس، ما انت اتحطيت وانت بتعرف تعملها. على فكره مش ده الصح، الصح بقى انك تعترف. انت عارف ان كل التيم بتاعك بيبقى عارف ان انت مش شاطر، بس يمكن مش قادر يقول لك، هو شايف وعارف ومتاكد. زي ما انا كانوا شايفين وعارفين ومتاكدين ان مش انا اشطر واحد بيخرج. يعني هم كانوا مكسوفين يقولوا لي يوسف انت ضايع، يا يوسف انت رايح في داهيه، بس هم يعملوا ايه؟ انا صاحب الكوره ومعروفه، صاحب الكوره لا بيجيب كور ولا بيقف جول ولا بيعرف يلعب. تضحك ولا ايه؟ عارفين لما قلت لهم ابتديت اقول لهم ان انا مش بفهم في الحته دي قوي ومش اشطر حد فيها، انا بس محطوط هنا، فابتدوا هاتوا حد من بره، ثقتهم فيا زادت، احترموني اكتر، بقوا يجي ياخدوا رايي كمان في حاجات ما كانوش بياخدوا رايي فيها وبيخبوها عليا، بيخلوني بقيت اساعدهم كمان ماتش مور ان انا كنت عامل فيها 7 رجاله وبفهم في كل حاجه. فاوعى تبقى فاهم ان انت شاطر في كل حاجه، مفيش حد اصلا في العالم شاطر في كل حاجه غير سوبرمان. سوبرمان هو اللي شاطر في كل حاجه، ده بيطير وبينط وبيتشقلب وايه، فانت مش شاطر في كل حاجه وانت مش سوبرمان. ولو اتحطيت بعد اذنك واتاكدت انك مش شاطر، امشي عشان المركب تمشي. خلي بالك، يعني امشي واعترف ان هي مش بتاعتك عشان نجيب حد هي بتاعته فياخد المركب دي يروح فيها حته حلوه كلنا عايزينها تبقى بتاعتنا. لو عجبك الكلام ده اعمل لي كومنتس هنا وتلاقيني بطلع لك تاني كل يوم.